هي الإصابة دي إصابة صعبة ومش أي حد يعدي بيها. ولكن الحمد لله رب العالمين، دي من الحاجات اللي أنا مميز فيها، يعني حتة الإصرار شوية، إن أنا دايما أشتغل على التفاصيل، وإن أنا أبقى مصر إن أنا أرجع زي الأول وأحسن. ودي حاجة كمان مميزاني، إن أنا في ظهري جماهير كبيرة زي جماهير نادي الزمالك، كانت في دعم طول الوقت وكانت في ظهري طول الوقت. شرف ما بعده شرف إن أنت تبقى أحد القادة في نادي الزمالك وتلبس شارة الكابتن أول ماتش ليك من فترة كبيرة. يمكن أنا من 3-4 سنين لبستها، كانت أول مرة ليا. فدلوقتي الحمد لله بقيت الأول كان يبقى في 4 أو 5 كباتن قبلي، دلوقتي بقى في الكابتن عمر بس. فطبعا دي حاجة تشرفني وحاجة أنا أفتخر بيها، مش أنا بس، ده أولادي كمان بعد كده يفتخروا بيها. أوضة اللبس بتاعت الزمالك مختلفة، اللعيبة كلها بتحب بعض، واللعيبة كلها قلبها على قلب رجل واحد. دايما بنتكلم احنا كلنا زي بعض، ولو احنا مش لعيبه جامده ما كناش جينا نادي كبير بحجم نادي الزمالك. طبعا هم لعيبه كبيره مش محتاجين نصايح، ولكن احنا دايما كان اتفاق بينا من اول السنه ان احنا ده موسم طويل كلنا هنلعب. يمكن في البدايه بدات انا وحسام، وبعد كده اسماعيل لعب شويه، بعد كده انا اتعورت ولعب السيد اسامه. فاحنا بالنسبه لنا كلها هي كتيبه، الحته الدفاعيه اللي ورا دي احنا اهم حاجه بالنسبه لنا نكون بندعم الاثنين اللي يبقوا موجودين. بنتمنى لهم التوفيق. لما بيبقى في واحد شايف اي حاجه من بره، تلاقيه اول واحد هو بينزل يكلمه فيها، لان في الملعب غير لما تبقى بره. طبعا احنا اهم حاجه بالنسبه لنا واخدين عهد على نفسينا، احنا وحراس المرمى والاثنين الباكين، ان احنا ملناش اي، طبعا احنا منظومه كلنا فرقه واحده، ولكن الخط الدفاعي بالحته حراسه المرمى دايما بنتكلم ان احنا ان شاء الله ننزل الملعب ملناش دعوه بالفرقه قدام، اهم حاجه احنا ما يجيش فينا جون. انا دخلت فيه يمكن ما فيش 2 غير في عيلتي بس اللي يعرفوني، لكن الحمد لله لما لعبت وتعبت ومع الجماهير اللي وقفت في ظهري، قدرت ان انا اعمل حاجه كويسه لنفسي ولنادي الزمالك. فالحمد لله رب العالمين، نادي الزمالك ليه فضل عليا وعلى اولادي وعلى عيلتي، والحمد لله رب العالمين هو اللي وصل لي المكان اللي انا فيها. حاجه انا ما انساهاش، ودي حاجه انا شايلها على كتافي من اول يوم دخلت في نادي الزمالك لحد اليوم دوت. طبعا ان انا اروح المنتخب والعب ماتشات في المنتخب، دي حاجه تحسب لنادي الزمالك. لما اكون في ظهر جماهير بتدعمني وان انا اظهر بصوره كويسه، بيبقى صاحب الفضل الاول والاخير نادي الزمالك ان انا اكون موجود في المنتخب. هي مش حاجه جديده عليهم، ولكن الفتره اللي احنا كنا مش احسن حاجه فيها في بدايه الموسم، اللي حصل فيها دروب شويه. احنا ما كناش متوقعين الناس دي هتبقى موجوده، لا لقيناهم باعداد واكننا ماتش نهائيات. فانا بشكرهم وبتمنى لهم كده دايما التوفيق، ودايما كده اقول لهم ان شاء الله يبقوا في ظهرنا وداعم لينا الفتره الجايه.